بص يا رجاله، في متحور جديد دلوقتي في الجو، كورونا. وطبعا كل الحكومات يعني ايه عامله نفسها من بنا، ما حدش بيتكلم فيه خالص. عايز اقول لكم انا جالي التعب دوت. انا عايز اقول لكم يعني مدمر. اول حاجه جات لي بتحس ان انت بتوهه كده، ان انت تايه، ان انت مش طبيعي، في حاجه مش طبيعيه. بعد كده بتلاقي هوبا سخونيه مره واحده جت عليك، ومره واحده بتلاقي نفسك بتعرق من كل حته في جسمك، تلاقي نفسك نايم مش قادر تقوم فعليا. تمام. نزلت بعد كده خدت حقنه. بعد ما خدت حقنه تاني يوم ابتديت ان انا يعني ايه طشاش كده، حاسس ان بالدنيا طشاش. ابتديت ان انا اصلي بالمشقلب، حياتي بالمشقلب. حاسس ان انا عندي زهايمر من ان المتحور الجديد دوت. انا بكلمكم على اللي انا حسيت بيه، يعني انا المرض حسيت بيه، ده جالي انا يعني، فاهماني؟ فانا بقول لكم ايه اللي حصل لي بالظبط. بعد كده لقيت مره واحده زي ما تقول الجسم بيعمل ابديت. عارفين انتوا لما بيعمل ضبط مصنع كده، بتعمل ضبط مصنع للتليفون بتاعك، نفس القصه بالظبط. كأن جسمك بيعمل ابديت. تمام. مش حاسس باي حاجه. تنام بقى، يعني انا من عادتي ان انا بنام في ال 24 ساعه ساعتين 3 4 بالكتير. يوم ما انام 6 ساعات ابقى انا كده راجل فل قوي. انا عايز اقول لكم كنت بنام في ال 24 ساعه 24 ساعه. حلمت بقى بايام طفولتي كلها. عارفين ايام الطفوله؟ حلمتها كلها والله العظيم يا جماعه. يعني مرض غريب. هوبا بعد كده حسيت بقى بضيق في التنفس، وصدري مش قادر اخد نفسي، والدنيا معاه راحت. نزلت للدكتور تاني، قام الدكتور قام مديني حقنه مضاد حيوي مش عارف مع حاجات كده. نمت في الشارع من كتر التعب. بعد كده الحمد لله ربنا عافاني، اداني حقنتين تاني اخدهم عندي في البيت. قمت الحمد لله تالت يوم او رابع يوم ابتدى بقى الالم من اول حاجه كان في دماغي. تحس ان في نار في دماغك كده شغاله، وتحس ان انت مش مركز، في عدم استيعاب لاي حاجه في حياتك. زي ما قلت لكم وذكرت لكم الاول، كل حاجه ماشيه بالمشقلب محات. جيت بصلي، بدل ما اصلي القبله كده صليت القبله كده، لا الدنيا معايا تايهه خالص. الدنيا يعني متحور بيعمل ابديت للجسم كله. بعد كده لقيت نفسي التعب الحمد لله ابتدى يخف عندي. بعد كده لقيت نفسي بقى التعب وصل للمعده، لفم المعده. اول ما وصل لفم المعده انا بقيت اقول جاي قي، اسهال، تعب شديد جدا. لا حاجه فظيعه. عايز تنام لمده 24 ساعه مش عايز تقوم من النوم. حاجه رهيبه. طبعا كل وكل الحكومات ساكته ومفيش حد بيتكلم خالص في المواضيع ديت. رحت طبعا للدكتور، لقيت ناس كتير، بس مش ناس كتير قوي يعني، بس في فعلا يعني المرض غريب شويه. طبعا انا ما اعرفش يعني هل هو منتشر قوي ولا لا، هل ما عنديش علم بالحته دي، بس انا بحكي على التجربه الفعليه اللي حصلت معايا انا من المتحور ولحد الان يعني النهارده يمكن 9 يوم ليا، ولسه برضو في تعب في بطني جامد، ولسه باخد برضو العلاج. والحمد لله رب العالمين اللي ربنا برضو شفاني وعافاني مما ابتلى به غيرنا، فالحمد لله رب العالمين. فانا بس بقول لكم ان انتوا تخلي بالكم يا جماعه من الموضوع حط الكمامه تاني. لو انت سواق مثلا في شركات النقل الذكي، حاول ان انت تفتح الشبابيك، ما تقفلش العربيه خالص عشان خاطر المرض ده ما ينتشرش. وخلي بالكم يا جماعه من نفسكم، لان كل الحكومات دلوقتي بقت بايعه الدنيا دي، لان هم مش هيقفلوا تاني، الاقتصاد طبعا مش هيخرب تاني، والكلام ده مش هيحصل تاني. تحياتي للجميع.